الحجازية الاسكندراني. لو ما عملتيهاش في البيت بإيدك قبل كده يبقى فايتك كتير. تعالوا النهاردة مع بعض بقى هنعمل حجازية بطريقة سهلة وبسيطة وعمرك ما هتتخيلي سهولتها. لو جربتيها هتندمي كتير قوي 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 انك كنت بتشتريها من بره. ده غير طبعا ان احنا ضامنين نظافتها وعاملينها بايدينا في البيت. وشايفين اللون طالع ازاي مظبوط معانا. تعالوا بقى نشوف هنبدأ ازاي. المكونات بتاعتي هنا بقى سهلة وبسيطة ومش معقدة ولا فيها أي تعقيدات. عندي هنا 3 كوبايات من دقيق السميد أو دقيق السيمولينا حسب ما انتوا بتسموه عندكم. 3 كوبايات بالظبط. وعندي كمان كوبايتين دقيق أبيض وكوباية تانية من دقيق السميد بس دي خليها لوحدها وهقولك ليه دلوقتي. وفي الطبق الصغنن ده عندي معلقتين سكر ومعلقة خميرة فورية وكوباية سكر وكوباية سمنة على زيت، يعني نص كوباية سمنة ونص كوباية زيت. عايزة تخليها سمنة بس براحتك طبعا، دي حاجة ترجعلك انتي. بس اوعي تستخدمي زبدة. كوباية المية دي بقى هنشوف هنعمل بيها ايه. دلوقتي انا جبت حاجة كده غويطة هحط فيها الخميرة والسكر، معلقتين سكر ومعلقة خميرة، وهحط عليهم نص كوباية المية. نص كوباية المية بس، والباقي هنشوف هنعمل بيه ايه. هقلب بقى الكلام ده كله لحد ما اتاكد ان السكر داب والخميره كمان معظمها داب. قلبي كويس كده وبعد كده غطيها بحاجه وسيبيها على جنب لحد ما نشتغل في بقيه المكونات. هي كده دابت معايا واتظبطت، انا بقى احطها على جنب وتعالوا نشوفوا هنعمل ايه. انا هنا عندي 3 كوبايات من دقيق السميد، هحط عليهم الكوبايتين الدقيق الابيض، طبعا الدقيق هنا منخول. هضيف عليهم من معلقتين لثلاث معالق سكر حسب ما انتي بتحبي. انا هنا حطيت 3 معالق سكر وهحط عليهم رشة ملح، حاجة بسيطة خالص من الملح. وهبتدي اقلب المكونات الجافة دي مع بعض. اتأكدي ان كل المكونات الجافة اتخلطت مع بعض، يعني ملاقيش حبة فيهم دقيق ابيض وحبة فيهم دقيق سميد، لا. قلبي كل المكونات مع بعض بحيث ان هما يندمجوا كلهم مع بعض، ولما اجي اعجن الدنيا تبقى مظبوطة معايا. انا هنا قلبت كل الكلام ده مع بعض لحد ما تمام كله بقى تمام في بعضه. نزلت هنا بقى بكوباية السمنة والزيت، بس السمنة هنا ما كانتش دابت معايا للاخر مع اني حطيتها في فرن سخن، بس برضو ما دابتش جامد لان احنا في الشتاء والدنيا برد شوية. هنا بقى هتبتدي تعجني باطراف ايدك كده وبصوابعك علشان كل حبة من حبات دقيق السميد تتغلف بالسمنة. لازم كل دقيق السميد والدقيق اللي موجود عندك او الخليط اللي موجود عندك ده عامه يبقى متغلف بالسمنه والزيت. هنا بقى هتضطري ان انت تعجني كويس كده علشان ما تسيبيش اي فتفوته مش واصل لها السمنه. بصوا هنا قطعه السمنه كانت زي ما هي، لان زي ما بقول لكم الدنيا برد فالسمنه ما كانش لحقت تدوب. اهم حاجه تاني تتاكدي ان السمنه وصلت لكل الخليط اللي معايا ده. هنا كانت خلاص الدنيا بدأت تبقى تمام. تعالوا نشوف هنعمل ايه. شايفين هو ده القوام اللي انا عايزاه، خليط متماسك بس مش ماسك في بعضه خالص. لما تمسكيه بايدك كده هيديكي قطعة متماسكة. هنزل بقى هنا بالخميرة والمية والسكر اللي انا كنت عاملاهم مع بعض وابدأي اعجني يا ست الكل. انا هنا عايزة اوصل لقوام عجينة طري، طري مش ناشف، لان العجينة بتاعة دقيق السميد بيشرب للسوائل بطريقة كبيرة جدا، فهو بعد كده لما بيرتاح بتلاقيها مسكت في بعضها تاني. فانت هنا تعجني لحد ما هتلاقي ان العجينة خلاص طرية في ايدك. بصوا هنا انا استخدمت الكوباية الا ربع، خلاص كده كوباية الا ربع بس من المية، مية دافية. خلاص كده العجينة جهزت، هغطيها واسيبها في حدود ربع ساعة ترتاح. تعالوا بقى نعمل مع بعض الحشوة. الحشوة هنا انا كنت قايله لكم ان انا سايبه كوباية دقيق سميد، كوباية واحدة هحط عليها كوباية سكر. الكلام ده بقى هحط عليه من 4 ل5 معالق من القرفة. في ناس ما بتحبش تكتر من القرفة، في ناس بتحب تحط معاها معلقة من الكاكاو، لكن انا هنا حطيت 5 معالق قرفة. انا بحب القرفة تكون ياما، انتي عايزاها اقل دي حاجة برضو بتكون في ايدك.
انا هنا نقلتهم في طبق يكون اوسع شويه علشان اعرف اتحكم فيهم. بصي بقى الميه، انا مش عايزه الخليط ده يبقى فيه ميه كتير، انا بس عايزاه ان هو يبقى شبه حبيبات الرمله المبلوله. عارفين الميه اللي في البحر كده لما بنيجي نمسكها بتكون مبلوله، بس بتكون فكه في نفسها مش متماسكه، ما فيهاش ميه كتير. انا هنا حطيت في حدود من معلقتين لتلاتة ميه، وابتدي قلبي وبعد كده امسكيهم بايدك علشان ايدك هي اللي بتظبط القوام، ايدك هي اللي بتوصلك للقوام اللي انت عايزاه. بصوا بقى هنا شبه قوام الرملة المبلولة. اديتها تقلبتين بايديا كده علشان اتاكد ان خلاص الميه وصلت لكل اجزاء المكونات اللي معايا، وكده تمام الخليط جاهز وكمان العجينه جاهزه. تعالوا نبص بقى على العجينه كده. العجينه هنا كانت خمرت واتظبطت معايا. هبتدي بقى ان انا اقسمها لنصين، نصين قد بعض. هنا النصين بتوعي ما كانوش قد بعض قوي، بس انا اخدت بالي وخدت من الجزء التاني حبه. بصوا بقى يا جماعه، التركه دي لازم تركزوا فيها علشان كل الناس بتشتكي من ان انا مش عارفه اساوي السطح بتاع الحجازيه. احنا هنجيب كيسه، او لو عندك ورق زبده، كيسه قطعتها كده على جزئين وفردتها. هنحط فيها اول جزء من العجينه بتاعتي وافرديه كويس جدا بحيث ان هو يكون واخد مقاس الصينيه بالظبط. بصوا هنا انا فردته وساوي الاطراف بحيث ان الاطراف تكون مرتفعه سنه بسيطه خالص عن السطح بتاعها. شايفين انا عملته ازاي؟ وساوي الاطراف وساوي السطح، وخلي مفيش حته مرتفعه وحته منخفضه، كلها تبقى متساويه كده. تمام، حلو قوي. خلاص قفلتها كده وهاخدها بره، مش هي دي اللي انا هستخدمها من تحت. خدتها على البلانشة كده بره، وهبتدي بقى ان انا احط العجينة بتاعتي التانية في الصينية. وخدوا بالكم ان انا الصينية بتاعتي مش هدهنها حاجة، لان احنا حاطين كمية دهون محترمة في العجينة بتاعتنا. انا هنا بقى خدت العجينة الجزء التاني وهبتدي برضو بنفس الطريقة ان انا اسويه، بس هنا بقى مش حاطة تحتيه اي حاجة. سويه كويس بحيث ان ما تكونش فيه حتة طالعة وحتة نازلة، احنا عايزينه كله متساوي. العجينة كمان كانت مظبوطة جدا وساعدتني جدا ان انا افردها بطريقة مظبوطة. انا هنا عملت لها سور بسيط كده علشان لما اجي احط الطبقة التانية عليها تبقى مظبوطة، بس السور بتاعك ما يكونش مرتفع قوي بحيث ان انت لما تيجي تقطعيها الحشوة تبان من النص بقى وتبقى تحفة معاكي. هنا خلاص كل حاجة كانت جاهزة معايا. هبتدي بقى انزل بالحشو بتاعي، وبرده نفس الكلام وانتي بتحطي الحشو بتاعك لازم تسويه مظبوط جدا جدا جدا. ما تنسوش لو لسه بتشوفوا الفيديو لحد دلوقتي تصلوا على النبي وتشتركوني في القناة ولايك وكومنت على الفيديو وتقولوا لي رأيكم كمان. بصوا بقى هنا انا سويت السطح بتاع الخليط بتاعي او الحشوة بتاعتي اللي انا عملتها، وكانت الدنيا تمام. فضلت اسوي فيه كده عشان انا ما بحبش حتة تبقى مرتفعة وحتة منخفضة، انا عايزة حتة الحجازية اللي في ايدك تكون مظبوطة بالمسطرة. هاجي بقى انا كده كده عامله الجزء اللي من فوق، فهيبقى سهل معايا خالص وانا بحطه. حتى لو جه معاكي يمين جه معاكي شمال، انتي عاملاه مظبوط هتعرفي تحطيه وهيبقى معاكي تحفه ان شاء الله، مفيش اي حاجه هتوقفك. انا فردته اهو مظبوط معايا وطلع معايا تحفه. علشان التزيين او الشكل هتجيبي شوكه وهتمشي بيها كده على طول الصينيه بالطول وبالعرض. مش عايزه وعايزاها زي ما هي، دي برضو حاجه في ايديكي وبراحتك. عايزه تحطي تشكيل تاني انا مش هقولك لا. انا هتطلع خطوط كده بالطول وكمان هديها كام خط بالعرض كده علشان شكلها يبقى حلو معايا. وكده صينية الحجازية بقت جاهزة معايا، وهخش بيها على فرن درجة حرارته 200 لحد ما الاقي الاطراف بتاعتها خلاص احمرت، وهبتدي ان انا اشغل الشواية. الحجازية يا جماعة لازم تتقطع قبل ما تدخل الفرن، ما تستنيش تقطعيها بعد ما تطلع علشان هتتفرفت معاكي، انت يا دوب بس بتعيدي عليها التقطيع لما تطلع من الفرن. فقلنا ان احنا هندخلها على درجة حرارة 200. اول ما نلاقي الاطراف بتاعتها ابتدت تحمر هنشغل الشواية. طب انا عندي الشواية والفرن بيشتغلوا مع بعض يبقى حلو قوي، هتشغليهم وهياخدوا معاكي بالكتير قوي ربع ساعة. هي فعلا ما خدتش معايا وقت خالص، قعدت 10 دقايق من تحت، وبعد كده شغلت عليها الشواية في حدود 5 دقايق لحد ما تاخد اللون اللي انت عايزاه. وبكده هيكون عندك احلى واسهل واطعم
صينية حجازية انت ممكن تعمليها. انت بجد مش هتتخيلي الطعم اللي انت بتدوقيه، احسن كمان من اللي بنجيبه من بره بكتير. انا هنا بقى قطعتها سمبوكسات كده زي ما بنشتريها من بره، وخلاص كده بقت جاهزة معايا. هدخلها الفرن وتعالوا نشوف هتبقى عاملة ازاي. انا هنا بس نسيت اقول لكم ان انا سبتها 10 دقايق بس وهي متغطية تخمر تاني بعد ما قطعتها، ودخلتها الفرن وطلعت تحفة زي ما انتوا شايفين. اول ما طلعتها من الفرن غطيتها بقماشة نضيفة كده بحيث ان هي تهدى وتطرى شوية صغيرين. مش عايزاها، انت بتحبي الحاجة تبقى مقرمشة يبقى ما تغطيهوش. بصوا بقى يا جماعة الجمال، والله العظيم طعمها كان في قمة الروعة. والوقت ده بقى البيت كان ريحته جميلة جميلة جميلة. القرفة كمان في الشتاء بتدي ريحة حلوة، واحنا في الشتاء متعودين ان احنا نشرب حاجة سخنة ومعاها اي حاجة من المخبوزات من المعجنات. هتعجبكم جدا 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 الطريقة دي، وانا متأكدة ان هي هتظبط معاكي من اول مرة. انا بس كل اللي عملته هنا ان انا كنت بمشي بالسكينة على التقطيع اللي انا اساسا كنت مقطعاه، وطلعت معايا تحفة يا جماعة. ما تنسوش تقولولي رأيكم في الكومنتات، لان كومنتاتكم بتفرحني جدا، ويا ريت كمان تقولولي بتتابعوني من انهي دولة. وبس كده.